في شخصيات بتتحفر في الذاكرة، مش علشان بس القصة حواليهم حلوة، لكن علشان كل حاجة فيهم كانت صادقة وبتوجعك وبتحرك مشاعرك. ولما أقولك إيلي أكيد أول حاجة هتفكر فيها هي البنت الصغيرة اللي كبرت وسط خراب العالم، البنت اللي كانت بتجري وسط الرعب، وسط الموت، وسط بشر فقدوا إنسانيته. لكن فجأة يا صاحبي كل ده اختفى. البنت اللي كانت نور في وسط العتمة اتحولت لنسخة مشوهة من نفسها. وساعتها بس بدأت أسأل سؤال، هل دي إيلي اللي عرفناها ولا دي شخصية جديدة معمولة عشان تخدم توجه معين مش جاي من القلب أبدا؟ يلا بينا نبدأ. أنا أحمد ودي قناتكم ميكس جيمنج، أتمنى تدعموني باللايك وسبسكرايب عشان ده فعلا بيساعد. دي مش بس قصة إيلي، دي قصة سقوط شخصية كانت أسطورية. عدد كتاب نسيوا يعني إيه قلب اللعب. أول مرة شفنا إيلي بنت عندها 14 سنة، صغيرة خايفة لكنها مش بتبين الخوف، عندها لسان حاد ودماغها ناشفة، بتسأل وبترد، بتستفز جويل. بس هي دي اللي خلتنا نحبها. احنا شفنا فيها الأمل، شفنا فيها القوة اللي طالعة من الضعف، شفنا بنت بتتحول من طفلة مش فاهمة العالم لبنت بتشوف بعينها يعني إيه إنسانية بتنهار، بتشوف ناس بيضحوا ببعض، بتشوف دم وبتشوف خيانة. لكن رغم كل ده كانت إيلي لسه ماسكة في شيء صغير جدا، في جزء من الطفولة. كانت لسه بتقول نكت غبية وتضحك على الحاجات البسيطة، كأنها بتحاول تقاوم السواد ده بأي طريقة. إيلي ما كانتش بس بطلة اللعب، كانت رمز لعلاقة ما بين بنت وراجل فقد كل حاجة. جويل كان شايف فيها بنته اللي خسرها، وهي كانت شايفة فيه الأبوة، فيه الحماية اللي عمرها ما حست بيها. العلاقة دي كانت هي قلب اللعبة. أول مرة جويل يسيب إيلي مع تومي مشهد بيكسر القلب، ولما بيرجع لها بتحس إن في حاجة اتربطت جواه، مش مجرد شخصية رجعت، لأ ده أنت رجعت تتنفس. لمحات بسيطة بتخليك تعرف قد إيه قصة الجزء الأول اتكتبت بإتقان. ده اللي خلى نهاية ذا لاست اوف اس الجزء الأول تبقى أسطورية. وعشان كده جويل ضحى بالعالم كله عشان إيلي، وهي رغم إنها ما كانتش فاهمة الحقيقة كلها اختارت تصدقه. لحظة الصدق، اللحظة اللي تقول فيها تمام رغم الشك، دي كانت اللحظة اللي خلت إيلي شخصية خالدة. ولما الجزء التاني جه كنا متحمسين، كنا فاكرين نكمل رحلة إيلي، نشوف تطورها، نشوف هي بتواجه العالم بذكاء وقوة. بس بدل ده خدنا كلنا كف على وشنا. جول بيموت بطريقة مهينة، مش بس موت، لأ ده يموت بإهانة. واللي بتبدأ رحلة انتقام. بس كل خطوة في الرحلة دي بتحسسنا إننا مش بنلعب بإيلي اللي عرفناه. شوف الانتقام في حد ذاته موضوع درامي قوي، واللي حصل لجويل طبيعي يخلي إيلي تنهار وتفقد إنسانيتها. لكن اللي اتكتب قدامنا ما كانش انهيار شخصية، كان تحريف لشخصية. لعبة بتقتل بدم بارد، بتقتل أي شخص قدامها. تغيير كبير جدا حصل في شخصيتها، تغيير الأسوأ. ولما بتوصل لانتقامها بتوصل لأبي مش بتقتلها. يعني بعد كل بحر الدم ده، بعد كل اللي حصل، كل ده عشان رسالة. رسالة إن الانتقام وحش ماشي، بس الرسالة ما تبقاش على حساب المنطق. أنا مش زعلان من إيلي اللي انتقمت، أنا زعلان من إيلي اللي اتكتبت عشان تقول لي بص مش مهم اللي تحسه، عندنا وجهة نظر تانية لازم تتقبلها. حشر الأجندات اللي ملهاش لازمة، رغم إن في إضافة ليفت بوينت كان الموضوع موجود، لكنه ما كانش بنفس الفجاجة اللي حصلت في الجزء التاني. ايوه كان تقديمها هناك بسيط بس مش بيحاول يصرخ في وشي. لكن في الجزء التاني كل حاجه بقت تدور حوالين الموضوع ده، كاننا مش بنلعب عشان نعرف القصه، لا ده احنا بنلعب عشان نشوف مشاهد حب طويله بينها وبين دينا. كل لحظه عاطفيه كانت معموله بافراط، الحوار موجه، المشاهد طويله، والكاميرا بتركز على تفاصيل ملهاش لازمه. طب فين القصه؟ فين اللحظه اللي كانت تخلي قلبي يضرب وانا بلعب؟ فين القصة؟ فين اللعبة؟ يعني انتوا صنعتوا لعبة كاملة عشان تبينوا الميول وتخلوها تبقى أهم من القصة؟ آخر مشهد إيلي قاعدة لوحدها فقدت كل حاجة، فقدت دينا اللي بانوا كل حاجة في النهاية حواليها، في الآخر سابتها ومشيت. كل الدم والانتقام من أجل جويل اللي مات ومحصلش انتقام ولا حاجة. ده لحظة حزن كبيرة جدا. بس هل دي كانت العيلة اللي احنا نستحقها؟ هل شخصية قادت لعبة من أعظم ألعاب التاريخ تستحق تنتهي كده؟ ولا احنا اتضحك علينا؟ اتقال لنا دي قصة ناضجة، هي في الحقيقة كانت تجربة فرض أفكار أكتر من إنها حبكة محبوكة. اللي كانت قادرة تكون أفضل من كده، كانت تستحق إن هي تفجر دموعنا مش تعمي قلوبنا. لوتو دوج ضحت بشخصية كانت خرافية عشان تثبت لك إنها ناضجة وواعية، بس بدون وعي، بدون روح، شيء ملوش لازمة وشيء ملوش معنى. اللي ما كانتش مجرد بنت عندها ميول معينة، كانت بطلة، كانت إنسانة، قلب في وسط عالم ميت. بس لما الكتاب قرروا يضحوا كل ده عشان ينفذوا فكرة معينة، ضيعوا كل حاجة بنوها على مدار سنين. دي مش إيلي، ودي مش النهاية اللي احنا استحقناها. لو حبيت إيلي وحتى كرهتها في الجزء التاني لازم تفتكر ان اللي حبيناها في الاول، لو حبيت إيلي وحتى كرهتها في الجزء التاني لازم تفتكر ان اللي حبيناها في الجزء الاول لسه عايشة جوانا. احنا مش بنهاجم شخص ولا قرار فردي، احنا بنهاجم كتابة كسرت قلب جمهورها عشان ترضي ناس تانيين. ولو نوتي دوج ناويين يكملوا اللعبة بجزء تالت، يبقى لازم يفهموا ان الجمهور مش ناسي، الجمهور لسه شايف الحقيقة، والشخصية زي إيلي تستحق اكتر من كده بكتير. بس دي كانت النهاية. اتمنى تدعموني باللايك وسبسكرايب عشان ده فعلا بيساعد. سلام.